نادي الرواد في مدينة العاشر من رمضان يعتبر من أقدم النوادي في المدينة. النادي هو نادي رياضي اجتماعي تم إنشاؤه بقرار من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة العاشر. تم إنشاء النادي 94 وتم افتتاحه 95، وتم إشهار نادي الرواد بالشباب والرياضة برقم 352 لسنة 1995 علشان يخدم أبناء المدينة ويكون متنفس لأهالي المدينة. نادي الرواد دلوقتي نادي حديث فيه أغلب الألعاب الرياضية والتجهيزات الخاصة بالملاعب، في ملعب كرة قدم، كرة طايرة، تنس أرضي، حمام سباحة أولمبي، في صالة تلفزيون وفي صالة موسيقى، في حدائق وفي ألعاب للأطفال. نظام الاشتراك دلوقتي كاش 117 ألف جنيه، ولكن في أنظمة تقسيط بمقدم بأنظمة مختلفة، حوالي 3 أنظمة. أول نظام 59 ألف 252، وبعد كده بيتم عدد الأقساط على شهور معينة. والنظام التاني تدفع 30 ألف، وبعد كده برضو بيتم التقسيط سواء على 36 شهر أو على 48 شهر أو على 60 شهر. النظام التالت تدفع 25 ألف، وبرضو يمكن التقسيط على 36 شهر أو 48 شهر أو 60 شهر. المستندات المطلوبة بقى عشان تشترك في صورة المؤهل للزوج والزوجة، صورة البطاقة تكون سارية للزوج والزوجة، أصل قسيمة الجواز كمبيوتر، أصل شهادات الميلاد للأبناء كمبيوتر، صورة شخصية لكل فرد. هو يعتبر من أقدم النوادي في مدينة العاشر من رمضان. كمان في هنا نادي الصفا ونادي بروسيا، يعتبر برضو من أكبر النوادي في مدينة العاشر من